Paris is one of the world's most iconic and beautiful cities. De retour et il n'y a aucun embouteillage en vue. Conduisez prudemment et nous vous souhaitons un bon voyage. فرنسا. And although Paris is one of the world's most instantly recognizable cities, When you walk in there, you'll see bones stacked. just below the surface of the City of Light lurks a mysterious darkness. Thousands of skeletons. A centuries-old labyrinth of tunnels that contains the bones of millions of bodies. بلد الأزياء والموضة، برج إيفل والكرواسون، متحف اللوفر وحاجات تانية كتير. موجودة في أوروبا الغربية وعاصمتها باريس. فرنسا بتعتبر إحدى دول العالم العملاقة في مجالات كتير زي الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ورابع أغنى دولة في العالم دولة الفرنجة، وده اسمها القديم قبل ما ينطلق عليها اسم فرنسا. الفرنجة دول الشعب الجرماني اللي جه من الشمال علشان يستقر في فرنسا، فبتعتبر أكتر بلد بيحبها السياح، فوصل عدد السياح سنوياً ل 83 مليون سائح. النهاردة وصلنا على باريس، The most visited city in the world. الوجهة الأولى للسياحة في العالم. 2 million people live and work in this 41 square mile metropolis. اتسمت بأسماء كتير زي مدينة الحب، عاصمة الموضة، وعاصمة النور والجمال، فبتعتبر واحدة من أكبر مراكز الفن في العالم، وده بسبب المتاحف الكتيرة اللي موجودة فيها، Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, le Louvre, l'Arc de Triomphe. واللي كمان بتضم أشهر اللوحات في العالم. فهي مشهورة ببرج إيفل اللي بيجيله سنوياً أكتر من 6 مليون سائح. فرنسا حصل فيها مشاكل وحروب وثورات كتير، ومن أشهر الثورات دي هي الثورة الفرنسية، ودي اللي مات فيها ملايين الفرنسيين. فكان للثورة الفرنسية تغييرات سياسية واجتماعية حصلت في فرنسا في القرن ال19، وخلت ليها أثر عميق جداً على الفن. فجه فنانين كتير من محافظات فرنسية ومن جميع أنحاء العالم علشان يستقروا في باريس، وده علشان يعرضوا أعمالهم في المعارض اللي فيها ويخلوا العالم يعرف فنهم ويكتسبوا الشهرة والنجاح. وده زي بابلو بيكاسو، فان جوخ، وهنري ماتس وغيرهم كتير من الفنانين. فكمان باريس فيها متاحف كتير، ومن أهمها متحف اللوفر اللي بيجيله سنوياً 8 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، فبيعتبر أهم متاحف العالم وأكترهم شهرة كمان. وده لأن فيه أشهر اللوحات اللي موجودة في العالم زي الموناليزا، اللوحة التي لا تقدر بثمن، وده غير متحف بيكاسو اللي بيعرض جميع أعماله. The Picasso Century is an incredibly ambitious exhibition. In fact, we've been working on this show now for 10 years. The Picasso Century. بس إحنا وصلنا النهاردة علشان نصور لكم حاجة مختلفة جدا، وبتعتبر من الأغرب في العالم، وكتير من الناس اللي بتيجي باريس مش عارفينها تماما. سرداب الموتى، كاتاكومب باريس. Not everyone knows that beneath the capital lie massive tunnels filled with millions and millions of bones from... It's a whole network of tunnels, really. Stop. This is the Empire of the Dead.
لكم إن باريس مدينة بتعوم على الجثث، فأكبر مقبرة في العالم وفي التاريخ موجودة في المكان اللي احنا فيه ده. And the Paris catacombs was not a sacred site. They're going to get rid of the old bones and they don't want to have this problem again. 6 ملايين جثة بتركض في سلام تحت الأرض دي، واحد من أغرب الأماكن اللي زرناها في العالم. 300 ألف سائح بيجوا هنا سنوياً علشان يشوفوا المكان ده. المكان ده قصته بدأت في القرن ال18 وتحديداً بعد الثورة الفرنسية. 200 miles of underground tunnels crammed full of human skeletons sounds like something out of medieval times. فرنسا من الوقت ده حصل فيها فوضى وحروب أهلية كتير، وبقت الناس ماشية تقتل في بعضها، فبقى القتل فيها منتشر بصورة مرعبة، وساعتها المقابر اتملت بالجثث، وده لأن آلاف الناس بتموت يومياً بسبب الحرب الأهلية اللي حاصلة دي، وده لدرجة إنهم ما بقوش عارفين يدفنوا الجثث دي فين، وما بقاش في أي أماكن يحطوا فيها الجثث دي، لدرجة إن الجثث الكتيرة اللي موجودة في المقابر مع نزول المطر والعوامل الجوية بقت تخرج من المقابر وتنتشر في الشوارع، وساعتها انتشرت الروايح الكريهة والأوبئة والأمراض في المدينة كلها، وكانت موجودة الأنفاق اللي احنا فيها دي. They're everywhere. You'll have thigh bones stacked up in places. You'll have skulls stacked in other places. بس كانوا بيستخرجوا منها الحجر الجيري اللي كانوا بيبنوا بيه البيوت. About a mile of it that's open to visitors, and you can see some of these places. المكان مرعب جدا، أكنك موجود في فيلم رعب. وفي وقت الحروب الأهلية اللي حصلت في فرنسا اقترح شخص ما اقتراح، وهو إنهم يستغلوا السراديب والمحاجر والأنفاق اللي تحت المدينة، واللي كانت ساعتها مقفولة ومحدش خالص يقدر يدخلها. It's almost like a warehouse of human bones. واللي ما تعرفوهوش إن باريس بالكامل مبنية على الأنفاق دي، وساعتها وافقوا على الاقتراح ده ونقلوا حوالي 6 مليون جثة. Paris catacombs hold the bones of more than 6 million people. ودفنوها ورصوها بشكل خرافي في الأنفاق والسراديب دي. Sometimes they're just piled up, but sometimes it's almost a decoration where they put them. In some cases, they're more architecturally or artistically placed. وده زي ما انت شايف كده، المنظر مخيف وهادي جدا. فاحنا دلوقتي على عمق 20 متر تحت سطح الأرض. الأنفاق دي طولها 350 كيلومتر، وكلها مليانة بالعظام والهياكل والجماجم كمان، بس سايبين 1.5 كيلومتر للسياح علشان يستكشفوها، وباقي الأنفاق مغلقة وممنوع أي حد يدخلها. احنا في واحدة من أغرب الأماكن السياحية في باريس، مدينة الحب والرومانسية زي ما بيقولوا. لكن منظر العظام والجماجم اللي مترتبة بشكل منظم واحترافي جدا يخليك تخاف. المكان ده بيعتبر واحد من الأماكن الجذب السياحي في باريس، والسراديب دي سايبينها مفتوحة للسياح وبيعتبروها كمان متحف. تخيل متحف بيضم ملايين الجثث والعظام والجماجم، نوع جديد من السياحة، سياحة الرعب. المكان ده اتفتح سنة 1810 ولسه ومازال موجود لحد وقتنا ده، واحد من أغرب الأماكن اللي أنشأها الإنسان على وجه الكرة الأرضية.